السلام عليكم على شوكولاتاتي الحلوين اللي منورين، وحشتوني جدا عند عائلة سيد وهبة. مشرفين. تعالوا بقى، جمعة مباركة عليكم. خلصنا كده صلاة الجمعة وطلعنا على الفسخاني نجيب رنجة وفسيخ ونضربهم. هنا انا كنت بناكف في ميزان عشان كنا قاعدين شايفين الزحمة بتاعة الرنجة، فكنت قاعدة بناكف فيه من الملل، كان في زهق وملل من الزحمة. هنا قاعد عمال يصور في نفسه ويشوف اذا كان ايه الكاميرا جايباه ازاي. النضاره اللي هو لابسها عشان خاطر عكس الاضاءه مخليه شكله غريب، فكان عمال يشوف شكله عامل ازاي. حاولت اسيب لكم الصوت ده، بس للاسف كان في صوت دوشه جامده جدا في الشارع فمعرفتش. جبنا كده حاجتنا وهنطلع بقى نوضب الاكله كلها مع بعضنا. يلا بينا، ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. نورتونا وشرفتونا واسعدتونا اكيد، وما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتكلم. طب قول، انت بتعمل ايه؟ انت هتشتغل في الصمت؟ هتشتغل في الصمت. هو افترض ان انت لازم تشيل القشر اللي عليها ده، مم. عشان احنا بنخليهاش كلها، احنا بنعملها. انت بتشيل القشر اللي فوق ده بس، بتسيب الجلدة نفسها. بنسيب الجلد، بناكل اللحم منها، عشان لما تتخلي خالص. اول حاجه لازم يكون الحجم كبير جدا، احنا ما لقيناش حجم كبير عند الراجل. القشر ده طبعا بس بيضايق، انا عن نفسي بشوف ناس كتير بتاكل بيه بس بصراحة بيضايق يعني. مش عندي قشر ده. في ناس بتسيب القشر عشان بتاخد بتاخد اللحم اللي اللحم اللي جواها. جوه وتسيب القشر. بتشيل الحاجات الخشنة دي. تشيل الزعانف بتاعتها. دي بس محتاجة مقص شديد عشان ما يتكسرش في اللي انت بتعمله ده. ما هو ده مقص سمك اساسا. طبعا معلش، يونس والعيال عاملين لكم ازعرينا في الفيديو. نديها شطفه. تشطفها. طبعا اهم حاجة لما تيجي تشطفها ان ما تبقاش لسه مفتوحة، صح؟ عشان المية ما تخشش ايوه من جوه. طبعا. صغنونة. بتشيل بقى الحاجات اللي جوه. المفروض دلوقتي ان هي يبقى فيها بطروخ، صح؟ ولا هو الفسيخ ما يبقاش فيه بطروخ؟ هو افترض فيه بطروخ بس هما بيشيلوه. صح. هما بيشيلوه على طول. تشيلوا بقى كل اللي جوه ده عادي برضو، يعني تقدروا تعملوه بايديكم كده، او ان انتوا تمسكوا منديل وتشيلوه، يعني حسب اللي تقدري تعمليه. عادي يعني، الموضوع مش الناس بتنضف سمك بايديها، يعني ايه المشكلة؟ لا، في ناس ما بتحبش، يعني في ناس الموضوع بالنسبة لها يعني مش محبذ يعني. بصراحة انا واحدة من الناس اللي بحب اكل الفسيخ بس ما بحبش انضفه. عشان كده انا اللي بنضفه. ايوه، عشان كده انت اللي بتنضف. بصراحة هو استاذ في تنظيف الفسيخ. انا اعرف انضف الرنجة حلو واخليها وبتاع، انا صورت لكم ده قبل كده. انما فسيخ صراحة لا، ماليش، يعني كل واحد عندنا وليه تخصصه. بس ما شاء الله، بص اللحم من جوه عامل ازاي. الله اكبر، لحم احمر وجميل ما شاء الله. بس هنرجع لكم بقى بعد ايه، نحطها في بعد الطبق. ما اعجبك وانت بتقصها بقى. خلاص يا لولو، خلاص يا روح. خلاص، انت عماله تغني وتدندني في الفيديو اصلا. شوفي يونس اصلا تقسمها بالنص وبعد كده تقطعها شرايح. طبعا في ناس بتحب تاكلها كده على طول، احنا بنحب نقطعها شرايح كده، بتبقى اسهل كده في الاكل.
ايوه اقطع بس شريحتين كده، بعد كده ايه هوقف تصوير وانت كمل عيش حياتك. انا عارفه انت متعرفش تكمل في التصوير. بصوا يا جماعه، بس كده. ايوه هنقطعها بقى، احنا بنحب نحط عليها طماطم، هنقطع عليها طماطم ونقطعها ونرجع لكم تاني ونوريكم بقى منظرها. بس بصراحه لحمها يعني ما شاء الله تحفه يعني. بس وردي جميل ازاي. تعالوا بصوا شايفين؟ لا تورته. ايه التورته دي يا سيد؟ مم. عايزه اجيب لكم بقى شكلها. احنا بنحب ناكلها بالطماطم يا جماعه، ما يعني لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، يعني كل واحد وذوقه، احنا بنحب ناكلها كده. اتفضلوا معانا بقى، هناكل بقى ونرجع لكم. وطبعا كنا جايبين رنجة جنب شوية الفسيخ الجبارين كلنا. وطبعا الريحة مش محتاجة اقول لكم. قلت بقى ايه ارش معطر يروق الشقة شوية من الريحة، وقمت بقى اشوف اللي ورايا. هنا بقى بدأت ان انا اطلع الغسيل كده عشان اغسل زي ما انتوا شايفين. ده هنا يونس بينكفني. طبعا مش محتاجة اقول لكم الغسالات العادية مع الاطفال قد ايه الواحد بيطلع عينه معاهم. المهم الحمد لله تمت العملية بنجاح، وغسلت ونشرت زي ما انتوا شايفين كده الحمد لله وخلصنا. نخش بقى على الشقة ونشوف الجريمة البشعة اللي اتعملت في الشقة عقبال ما انا خلصت غسيل، وهنبدأ ترويقنا بقى مع بعض. حرفيا انا عايزة اعيط، والله حرام. المهم الحمد لله تمت العملية وخلصنا الأوضة. هنطلع بقى على الصالة بعد ما كده كنا خلصنا خلاص الشقة. هطلع بقى على الصالة ونشوف منظرها. ده كده كان منظرها. ربنا يقدرني ونكمل عشان خلاص الواحد استوى. نفضت كده السجاد بعد ما شلته، وهخش اخلص الصاله. طبعا ما بعرفش يا جماعه ان انا اصور وانا بروق الحاجه، فسامحوني. انا بوريكم قبل وبوريكم بعد. شايفين؟ ده طبعا بعد ما مسحت وروقت الدنيا وكل حاجه. وده روان هنا بتمسي عليكم فما كانتش عايزه تظهر، ما تعرفش انها برضو في الاخر ظهرت. الحمد لله ده كده بعد الفرش وخلصنا وخلصنا. ونخش بقى نعمل اكلنا النهارده. كده عاملين مع بعض شويه كفته كفته رز يستاهلوا بقكم. دي بقى مقاديرنا. كان معايا نص كيلو من الرز، ومعايا خضرة محشي. انا جايبة 3 كزبرة بقدونس شبت بس صغيرين فحطيتهم كلهم. ومعايا 350 جرام من اللحمة او 400، المهم تبقى اقل من الرز، يعني لازم اللحمة تبقى اقل من الرز عشان ما تفتحش معاكي. ومعايا البهارات بتاعتي معلقتين من الملح صغيرين، ومعلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من الكزبره، وبهارات 7 بهارات. والشطه حابه تستنن الشطه كان بيها زي ما انت عايزه. ومعايا هنا فصين من الثوم وبصلايه كده قطعتها زي ما انتوا شايفين 4/4 بس كده. وهحط كل الخضره يا جماعه مش لازم نقطعها صغير لان كده كده هتتفرم، كله هيتفرم. الرز طبعا بليناه اقل حاجه 10 دقايق. وبعد كده بعد ما بيتبل بتصفيه كويس جدا جدا جدا. وبعد كده تبتدي تنزلي عليه كل المكونات بتاعتنا دي كلها على بعضها، وتبتدي ان انت تنزلي تضربيها عند الراجل بتاع اللحمه الجملي. طبعا لو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شرفتونا ونورتونا. هنا بقى بعد ما ضربناها ده كان شكلها شايفين مظبوطه بالملي. هبتدي ان انا بقى ما بصبعهاش على طول، بسيبها بس في الاول في التلاجة على الاقل 10 دقايق ربع ساعه على بس ما الكفته تتجمد. وبعد كده ببتدي ان انا اصبعها. معايا هنا بقى كده معايا كده طبق صغير من الزيت زي ما انتوا شايفينه. ببدأ ان انا ابلي ايدي بيه كده بس، وابدأ ان انا اخد قطعة صغيرة من الكفتة واكورها كده بالشكل ده. وبعد كده اعملها شكل الصباع اللي انا عايزاه. طبعا بتتحكمي في الحجم حسب القطعة اللي انت خدتيها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا منظر الصباع مظبوط جدا اللي هو يعني ما ساعات بشوف حاجات يعني حاجات لولبيه الناس بتعملها ان هي تبقى في النص الكفتة تخينه ومن على الاطراف رفيعه حاولي تظبطيها عشان بس كشكلا يعني تكون يعني مريحه للعين تعجبك. بس معايا هنا كده طبعا البصله بتاعتي هبدا بقى ان انا اشوحها كده. حاطه زيت على سمنه ببتدي ان انا اشوحها، وبعد كده انزل بالطماطم بتاعتي. هحط بقى هنا كده معلقه من السكر واسيبها بقى مع بعضها كده ايه تتقل. ما بسبكش الصلصه قوي يا جماعه عشان التسبيكه دي بتتعب الصدر فما بحبش اسبكها. كل اللي هحطه بقى في البهارات ملح فلفل اسود سنه صغيره خالص من الكمون.
بس كده تقلت معايا بالشكل ده، هبدا ان انا ازودها ميه سخنه مغليه. انا بحط ميه من الكتل، حتى هتلاحظوا اول ما خلصت حطيت الميه بتاعتي بتغلي على طول. ما تحطيش ميه ساقعه طبعا من الحنفيه. بسيبها كده، اول ما تبتدي خلاص هتغلي معايا هبدا طبعا انزل بالكفته. انا حمرت الكفته طبعا، دي مش محتاجه ان انا اوريها لكم يعني، ده تحمير عادي. حمرت الكفته بالشكل ده، فهنزل هنزل بقى بيها على الصلصه بتاعتي بعد ما زودت الميه بتغلي، وبعد كده انزل بالكفته. وبعد كده هسيبها تاخد غلوتين وتبقى كده الكفته بتاعتي جاهزه معايا. يا برضو ما بحتاجش ان انا اسبك الصلصه جدا في المره التانية، يعني لما بحط الكفته ما بسبكهاش قوي عشان برضو ما تبقاش تقيله على المعده. هي كده بالنسبه لي تمام جدا. خلاص انا كده هطفي وابتدي ان انا اغرف. شايفين منظر الكفته؟ اللهم بارك يعني. طبعا انا عارفه ان اغلبكم ما شاء الله شطار وبتعرفوا تعملوها، بس انا قلت اعملها يمكن لو ما حدش بيعرف يعملها او حد حابب يعرف الوصفه. طبعا انا غرفت كده بالشكل ده، شايفين؟ تعالوا كلوا معانا. انا مش محتاجه اقول لكم يعني على طعمتها، اللهم بارك اللهم بارك، كان طعمها ما شاء الله يعني مظبوطه جدا. هناكل بقى ونرجع نشوف بقيه اللي ورانا اللي ما بيخلصش كالعاده. طبعا انتوا عارفين كل ام فينا ما بتخلصش حاجه، تقولي خلصت مهما تقولي برضو ما بيخلص. هنا كده بقى حبيبه قلبي ربنا يحميها لي يا رب سما، لقيتني خلاص لقد هلكت. بدات بقى لي طب خلاص يا ماما انا هخش انا اغسل المواعين مكان الاكل وكده واخلص انا الدنيا. هنا بقى غسلت كده المواعين بتوريني، بصي بتقولي بصي يا ماما انا غسلاها الدنيا الحاجه نظيفه ازاي وحلوه. فقلت لها تسلم ايديك يا سمسم، ما تحرمش منها يا رب، ويحفظ كل بنوته لامها، اللهم امين. هتخلص هي كده المواعين، وانا بقى على جنب كده مع نفسي هبدا ان انا ايه اعمل كيكه برتقال. هنزلها لكم في فيديو قصير هتشوفوها. في الفيديو القصير هنزلها لكم ان شاء الله على اليوتيوب. هتخلص بقى هي، وبعد كده اوريكم منظر الحوض بعد ما خلصته. يعني شطوره الله اكبر عليها سمسمه. ثواني كده، انتوا لسه ما حطيتوش اللايك ولا الاشتراك ولا فعلتوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد؟ طب زعلتوني. طب ينفع يعني مشاركاكم معايا اليوم كله بكل تفاصيله وفي الاخر مفيش حتى لايك؟ لا انا عارفه انتوا شاطرين وهتعملوا اللايك، انا عارفه. بس كده سما خلصت مواعينها بقى، هوريكم دلوقتي. ايه رايكم؟ شايفين؟ قولوا ما شاء الله. خلصت كده المطبخ، وكنت انا خلصت الكيكه وحطيتها في الفرن خلاص، داخلين بقى ايه نبتدي في المجهود الاكبر، الا وهو المذاكره طبعا. هتذاكري ايه؟ حساب الاول؟ انت عندك اصلا امتحانات الاسبوع. استنى يا بابا، كسرت الدنيا يا حبيبي. احنا هنا بقى هنبدا مرحله المذاكره. يا جماعة مش ورايا المذاكرة دي كلها، بس أنا هحفظ اللي فيها عشان يوم الاثنين ويوم التلات ويوم الأربع ورايا امتحان ورق. امتحانات الشهر، امتحانات ورق. امتحان ورق يعني هاخد في ورق. الورق ايوه. قولي لي بقى اعمل ايه في سما. المفروض ان انا سايباها شويه تقعد تذاكر، دخلت لقيتها عامله الرسمه دي. لا اما هي ايوه، ما انا بقول الاستراحة. يعني ايه وقت الاستراحه؟ قلتي لي يا ماما انا هقعد وقت الاستراحه، بتاخديه من نفسك كده وقت البريك من غير ما تقولي لي؟ ها؟ نو كومنت. طب مش عارفه تردي، مداريه وشك ليه بالسبوره؟ ردي. ايوه حطي الزونت، انا مش هجيب لك حاجه بزونت تاني. شايفين؟ لا انا عايزاهم كلهم اصلا بزنت، بس شكلها حلو. عشان خاطر تداري نفسك فيه. شكلها حلو قوي. فانا المفروض اتصرف اعمل ايه يعني؟ قولي لي. ماوس. ميكي ماوس؟ اشيل دماغ الطفله دي من هنا ازاي؟ نو كومنت. والله ندخل من الطفلة دي. خلصي يا عسل، خلصي يا عسل، عشان احنا داخلين على امتحانات ولتك بيضه، ولسه قصه الاستماره. مين يا جماعه عمل الاستماره بتاعه ثالثه اعدادي؟ لسه ما عملتهاش. لسه يعني احنا المفروض نروح نتصور. طب انا ما رحتش اتصور. طيب ايوه. طب مين روح مين اتصور يا جماعه دلوقتي. لسه زينا كده روح متاخر اتصور في موضوع دلوقتي. الاستماره؟ ها؟ ما نشوف الموضوع ده الساعة ان شاء الله على يوم الساعة الاحد كام؟ اروح اعمل. هشوف. يلا. اقول لك على حاجه. يوم الاحد اروح الدرسين بعد ما ارجع من تعالي الدرسين. كده طيب انت شويه. يوم الاحد اروح الدرسين بعد ما ارجع الدرسين الساعه 4. ما انت مش باينه، تعالي كده. الساعه 4 ونص ماشي، هرتاح نص ساعه وانزل اتصور باللبس اللي انا كنت لابساه. ان شاء الله. خلاص ماشي.
او اتصور دلوقتي والله عادي. هروح اشوف هعمل معاها ايه عشان انا والله العظيم تعبت حياة ربنا. بعرف خلاص مفيش حاجه اسمها ان ام تاخد اجازه اصلا. بيربط من مريم. هشوف. في يوم بتاخد اجازه. مفيش عندنا بريك، والامهات مالهاش بريك صح؟ انتوا بس اللي ليكوا بريك صح؟ احنا استنى بريك. ليكي حق تستغربي. ايوه ليكي حق تستغربي والله فعلا. احنا لما نذاكر انت اللي بتذاكري؟ لا واللي احنا بنعمله طول اليوم ده ايه؟ ما بتعملوش حاجه خالص. بتروقوا، هو المفروض تروقوا اصلا. يا سلام شايفين؟ هو ده المبدأ. يا لكم جماعة من على فكرة خلاص. الترويق أحسن من المذاكرة توجع ايه الترويق احسن من المذاكره؟ ايه انت لو قعدتي بس دور الامومه ده يا لهوي. صباعك بيوجع. بقى صاحبة سمك جت تذاكر معاها، بس يونس خد منها مفتاحها عشان في لابوبو. محدش قال لك حطي لابوبو. امي هي اللي قالت لي عشان يبقى كده في حاجه، عشان لو وقع منك تحسي بيه ان هو وقع. ده من كتر ما عشان خاطر استنى نوريه الناس. استنى على فكره اهو مش حاطه في الشنطه. بصوا ما انا عارفه انا كنت هحطها في يا بنتي ده شكله يرعب. ايه يا ماما ده؟ انا نفسي افهم انتوا بتحبوا فيه ايه؟ شكله حلو. جاي لي هديه اقول لا. صح. لا طالما جايلك هديه ما تقوليش لا. نعم هي دي كانت صفحة ايه؟ مش عارفه هنشوفها. لك يا قلبي. ايه انت بس ساكته ليه؟ انطقي قولي اي حاجه. بس هنا ملاحظات. يا جماعه عشان انتوا اول مره تشوفوها، دي وسام جارتنا وصاحبه سما. استنى يا روحي استنى اديها له يا ويشو. ما انا سالت على هي سنه اولى اعدادي. ايوه بالظبط كده. وبعدين هي صاحبتها من وهي اطفال صغيرين يعني. انا كده اهو. معلش طبعا على صوت الصوت تحت عشان في عزا يعني. ربنا يرحم يا رب موتانا، يا رب موتى المسلمين. بصوا اكتب هنا ملاحظات. بتكتب بتاخد السبوره بتاعت اختها عشان تكتب ملاحظات. ايه ما انا عارفه. هنتكلم في الموضوع ده بعد الفيديو. وده برضه بيكتب فيه. يلا هناخد اللابوبو بتاعك، هنروح بقى نكمل يومنا، وبعد كده نرجع ارجع لكم ونشوف هنعمل ايه. خلي مازن مفيش احمر، هو الازرق والبينك. في احمر عند مازن مفيش. مازن قال لي لا في احمر وفي بينك وفي ازرق. ماشي هنشوف الموضوع ده. البينك والازرق نجيب احمر بقى. ماشي. انا عايزه افهم حاجه بس قبل ما اقفل الفيديو. هو مين زينا متاخر كده في امتحانات الشهر؟ اختك امتحنت امتحانات الشهر؟ مش كلها برضه. مش كلها برضو؟ مش عارفه. المفروض المدارس كلها خلصت. انا خلصت الحمد لله من الاربعاء. انا مش فاهمه ازاي الاعدادي خلصت قبل ابتدائي. ايه لا ما تقلقيش ان شاء الله خير. بصي هي بتعمل ايه؟ 2 و3 و4. معلش مين زينا لسه هيبدا امتحانات يعني. احنا لسه هنبداها. معلش خلاص هنشوف. بس اللي زينا هو لسه هيبدا امتحانات يقول لنا في الكومنتات.